ركزوا معايا بقى الناس اللي عندها مشاكل في شابتر 4. اللي احنا هنقوله ده هيلم لك مثلا يعني على الاقل من 6 ل 8 درجات في الورقه، والسهل مش صعب. ابداوا معايا كده واحده واحده ونركز. اول حاجه بصوا يا شباب، شابتر 4 بيعتمد على 3 حاجات اساسيه موجودين عندي: ريزيستنس، وعندي بعد كده كويل، وعندي بعد كده كاباستور. دول اهم 3 حاجات لازم نبقى واخدين بالنا كويس قوي من كل كلمه بتتقال دلوقتي. اول نقطه، الريزيستنس بتاعتي اللي هي السيمبل بتاعها بيكون ار، دي بتشتغل على اي سي وعلى دي سي. يعني ايه ببساطه؟ يعني تشتغل على اي سي اللي هو بيكون علامته في الرسمه كده، وعلى دي سي اللي هي بتكون علامته في الرسمه كده اللي هي بطاريه. تمام؟ الكويل والكاباستور لازم يشتغلوا على الاي سي بس، يبقى الاثنين دول كده مع بعض عشان ما نتلخبطش، شغالين على مين؟ على الاي سي اونلي. تمام؟ عشان هو لو جه في اي مساله ولقيته موصل لك دي سي يبقى انت تشتغل على معلومات الريزيستنس بس. دي نقطه. النقطه الثانيه ان الكويل ليه معلومه اسمها ال اللي هي السيلف اندكشن، وليه معلومه احنا بنجيبها اسمها الاكس ال اللي هي الاندكتيف رياكتنس. الكاباستور ليه معلومه اسمها السي ومنها معلومه ثانيه اسمها الاكس سي. ركزوا معايا عشان التفاصيل دي بتفرق وبتخليك سهل جدا وانت بتحل. يعني بصوا ببساطه، البرشامه بتاعت المره دي هي دسمه شويه بس ب8 درجات، فلم امورك كده معايا وكام دقيقه دول هيفرقوا معاك كتير. اول حاجه لو انا ما عنديش الاكس ال هجيبها ببساطه عن طريق 2 باي في الفريكوانسي في ال. الباي دي ما بتختارهاش بمزاجك، في الامتحان هو اللي بيكون محدد لك اذا كنت هتحسبها ب 22/7 ولا 3.14. وبعد كده الفريكوانسي، وبعد كده ال اللي هي مين؟ ايوه السيلف اندكتنس. طب انا بتلخبط، هو مديني دي ولا دي؟ الاكس ال لازم يكون جنبها علامه الاوم كده زيها زي الريزيستنس. تمام؟ لكن ال بتبقى اليونت بتاعتها بالهنري اللي هي حرف الاتش بالشكل ده. فانت لو بتتلخبط ممكن تعلمهم بالشكل ده. تاني نقطه، الاكس سي. الاكس سي قانونها دايما عكس الاكس ال. عكس يعني هتقول 1 اوفر و2 باي برضو واف برضو، بس تخليها هنا في السي. تمام؟ طيب برضو علمها ازاي؟ لو انا مديك معلومه الاكس سي يبقى هلاقيها برضو بمين؟ بالاوم. برافو. طب لو مديني معلومه السي بس هلاقيها مكتوب عندي هنا بالفراد، هلاقيها موجوده عندي هنا بالفراد او بالاف يعني جنب الرقم. يبقى لو انت بتتلخبط في المسميات ممكن تعرفهم بالايه؟ ايوه برافو كده، ممكن تعرفهم باليونت. طب نقطه مهمه قوي بقى، دلوقتي احنا عندنا الار ده نوع من انواع الريزيستنس، الاكس ال اللي هي الاندكتيف رياكتنس، الاكس سي اللي هي الكاباسيتيف رياكتنس. دول لما يتجمعوا مع بعض مش هيدوني توتال الاوبوزيشن اللي حصل، توتال الممانعه، يعني توتال الحاجات اللي منعت معايا. برافو. طب انا عشان اظبط الحته دي، اظبط الحته دي تحت مسمى حاجه اسمها زد. مين الزد دي؟ اسمها امبيدنس. امبيدنس دي كده بالعربي او بالبلدي يعني مقدار الحاجات اللي بتمنع، كل اللي بيمنع معايا. مين كل اللي بيمنع معايا بقى؟ هنروح قايلين له بالشكل ده، ونروح عاملين روت وناخد الار باور 2 بلس. ايوه الاثنين دول دايما بيتاخدوا ماينس بعض، لان الاكس ال بتكون شغاله لفوق والاكس سي شغاله لتحت، واحده شغاله في البوزيتيف وواحده شغاله في النيجاتيف، فبناخدهم ماينس. يبقى هنقول اكس ال ماينس اكس سي توتال باور 2. تمام؟ يبقى اهم حاجه بالنسبه لي، وخلي بالكم من حاجه، اهم حاجه بالنسبه لي القانون ده. ليه؟ مش عشان هو دايما طول الوقت بيسال في الامبيدنس، لا، عشان من القانون ده هنستنتج كل حاجه تخص الشابتر ببساطه. طيب ركزوا معايا كده، الزد بالنسبه لي روت الار باور 2 بلس الاكس ال ماينس الاكس سي توتال ايه؟ باور 2. ازاي هستنتج منه كل حاجه؟ واحده واحده كده معايا. اي كومبوننت من دول هياخد جزء من الفولت، يعني الار هتاخد جزء من الفولت، والاكس ال هياخد جزء من الفولت، والاكس سي هياخد جزء من الفولت. كل واحد هياخد جزء هيسميه على اسم، يعني الفي اللي على الار هنسميها في ار، الفي اللي على الاكس ال، ايوه ممتاز، اللي قال هتبقى اكيد في ال. طب الفي اللي على الاكس سي هتبقى اسمها في سي. ممتاز قوي كده. طب ازاي هنقدر نحسبهم؟ بصوا معايا، طالما الاشكال دي كده كلها، كل اللي احنا هنعمله هنقول كلهم ملتبلاي الاي. يعني ايه كلهم ملتبلاي الاي؟ الزد لما تاخد الاي تقلب في. ممتاز. الار لما تاخد الاي ايوه هتقلب في ار. الاكس ال، ركز كده معايا، الاكس ال بتاعتي لما تاخد الاي سوري، ايوه هتديني الفي ال ماينس الفي سي توتال ايه؟ باور 2. يبقى انت تبدا من قانون الامبيدنس، وقبل قانون الامبيدنس تبقى عارف ان انت هتحتاج القانون اللي هو رقم 1 ده ورقم 2 لو انت ما عندكش الاكس ال او الاكس سي بشكل صريح. تمام كده يا شباب؟ نيجي ننقل على الجزء اللي بعده. اول حاجه برضو تاخد بالك منها ان احنا غير الزد وغير الفي احنا واخدين بالنا ان الرسمه كلها سيريس، صح؟ طالما الرسمه كلها سيريس يبقى انت الكرنت بالنسبه لك ممكن يجي باكتر من طريقه، لان الكرنت اللي ماشي هنا هو الكرنت اللي ماشي هنا هو الكرنت اللي ماشي هنا بمنتهى البساطه. يبقى الكرنت بتاعي ما بيتغيرش، الكرنت بيفضل بالنسبه لي ايه؟ كونستنت. طب هتصرف ازاي؟ اول حاجه الاي لو انت عايز تجيبها بصوا كده وركز معايا، الفي دي لو قسمتها على الزد تديك الاي، يبقى الفي ار لو قسمتها على الار هتديك الاي، الفي ال لو قسمتها على الاكس ال ممتاز هتديني برضو الاي، الفي سي لو قسمتها على الاكس سي هتديني برضو الاي. يبقى من غير وجع دماغ كده اي في على الحاجه بتاعتها هتديني الاي. يبقى لو حبيت الفي توتال يبقى خدها على الزد. ممتاز. لو حبيت الفي ار يبقى خدها على الار. ماشي. لو حبيت ايوه ممتاز الفي ال يبقى خدها على الاكس ال. تمام قوي الكلام ده.
لو حبيت الفي سي يبقى خدها على الايه؟ على الاكس سي. يبقى عشان دماغك ما تلفش كتير، انت هتلم الليله كلها في الحته دي. هتبص على القانون، كل حاجه تقسمها على حاجتها هتديك الناتج اللي انت عايزه. يعني لو قسمت الفي على الزد هتديك الاي، لو قسمت الفي ار على الار هتديك الاي. ممتاز. ليه؟ لان الاي بالنسبه لي رقم كونستنت. القانون دايما اللي بيعمل مشاكل للناس كلها اللي هو يقول لك الفيز انجل او الانجل ما بين الفولت والكرنت. من غير وجع دماغ هعلمك حاجه سهله جدا. انت عندك قانون للزد وعندك قانون للفي، يبقى كده في قانون للانجل هيجي من الزد وفي قانون للانجل هيجي من الفي بمنتهى البساطه. ازاي؟ ركز معايا كده واحده واحده. كل قانون من دول هتاخد التاني بتاعه على الاول. يعني ايه؟ بص كده معايا. لو انت عايز تجيب تاني السيتا من قانون الزد هيجي ازاي؟ بص كده معايا. التاني بتاعنا اللي هو اكس ال ماينس الاكس سي اوفر الار، يبقى ده اول حاجه وجبناه من قانون مين؟ الزد. التاني على الاول من غير الباور 2. حلو قوي. طب انا ممكن اجيبها بطريقه ثانيه؟ ممكن اجيبها بطريقه ثانيه. ركز كده معايا. هنقول ان احنا عايزين نجيب مين؟ برضه تاني السيتا، يبقى من القانون الثاني. القانون الثاني اللي هو عباره عن ايه؟ ركز كده معايا. ببساطه القانون الثاني هيكون عباره عن الثاني على الاول بتاع الفي. ايوه، في ال ماينس الفي سي اوفر الفي ار. عشان نبقى منطقيين شويه، مين الاكثر شعبيه بالنسبه لنا من غير ما نوجع دماغنا؟ الاكثر شعبيه بالنسبه لنا هو مين؟ قانون الثاني اللي مع الزد. معلومه بقى عشان تلم لك الحته بتاعت ايه؟ طب لو ار لوحدها، طب لو ال لوحدها، طب لو اي حاجه لوحدها. شايفين القانونين دول لو الثلاثه كومبوننت. طب انا جيت في مساله ولقيت لك السي يا عم، ماشي؟ لقيت السي، ايه اللي هيحصل في السي ببساطه؟ اول ما سيادتك تلجي السي هتتلجي من هنا وهتتلجي من هنا وهتتلجي من هنا وهيتلجي القانون بتاعها من هنا. يبقى لو المساله ما فيهاش السي، الكباستور هلغي كل ما يخصها في الزد وفي الفي وفي القانون الثاني. تمام؟ طيب الجزء اللي بعد كده، لو ال مش موجوده يبقى هلغيها في القانون ده وهلغيها في القانون ده وهلغيها معانا برده في الايه؟ في القانون ده وفي هنا. طيب حلو. ده هيفيدني في ايه؟ هيفيدك ان انت تبقى عارف معلومه مهمه جدا، ان انت اللي بيحدد لك مين سابق مين، يعني الكرنت سابقه الفي ولا الفي اللي سابقه الكرنت، الانجل. يعني الانجل دي لو طلعت بوزيتيف لاي سبب من الاسباب يبقى مين اللي كسبان؟ مين اللي سابق؟ الفولت. طب لو الانجل طلعت نيجاتيف لاي سبب من الاسباب يبقى مين اللي كسبان؟ ممتاز كده، ركز معايا. مين اللي كسبان؟ صح، الكرنت هو اللي ليد البوتنشال ديفرنس. واعلمكم برضو كلمه اخيره، كلمه ليدز سبق، صح؟ حلو. عكسها تماما كلمه لاجز. يبقى لو انت عايز تقول الكرنت هي اللي متاخره يبقى كلمه ليدز هتشيلها وتحط لاجز وتبدل. اشوفكم على خير في البرشامه اللي جاي.